السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد عمرو من قناتكم Egyptian Cars. قبل أي حاجة زي ما تعودنا ما تنساش تنزل تحت وتضغط على زر الاشتراك في القناة وتفعل الجرس وتعمل لايك للفيديو عشان يوصلك كل جديد من القناة وتعرف السوق ازاي ماشي في مصر وفي العالم كله. العربية اللي معانا النهاردة هي تويوتا راش. أول حاجة حابب أكلمكم عنها إيه هي أصلا التويوتا راش وإيه اللي بيميزها في الفئة. اللي بيميز التويوتا راش في الفئة دي إن هي عربية 7 سيتس وبأسعار كويسة جدا بالنسبة للفئة كمان، واللي أنا شايفها واحدة من أحسن العربيات السبع راكب في الفئة دي. هيبقى فقط أداء الموتور المتوسط ويكاد يكون ضعيف شوية. كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل الدقيق في الفيديو. أول حاجة نبدأ بالموتور. موتور العربية دي 1500 سي سي تنفس طبيعي. الموتور دوت متوصل بفتيس اوتوماتيك عادي خالص، فده طبعا في ناس شايفاه عيب وانا اولهم. الموتور ده لو كان جاي اقوى من كده شويه كان هيفرق فرق السماء من الارض. اي نعم العربيه جر خلفي للعجلات، لكن ده ما يمنعش ان برضو الاداء واصل ضعيف. العربيه دي لو كانت جت 1500 تربو او 1600 تنفس طبيعي كان هيبقى الاداء بتاعها فرق السماء من الارض. لذلك العربيه دي انا شايف عيبها الوحيد هو الاداء بتاعها. طبعا في ناس هتختلف معايا تقول لك العربيه دي في الاخر عربيه عائليه. فعلا انا معاك في النقطه دي، مش بختلف معاك، بالعكس احنا الاتنين في الاخر لنفس الاتجاه. العربيه دي عربيه عائليه ما تنفعش للجري والغرز، خصوصا حجمها كبير جدا، عربيه 7 سيت. لذلك برضو تويوتا اما جت عملتها ما عملتهاش بالاداء الاوفر، لان في الاخر انت مش محتاج الاداء للعربيه. ناس تانية هتيجي تقول لي طب ما عربيه زي ساترن السي 4 بتيجي ب 1600 تربو، عربيه تانية زي الكابتيفا او اي عربيه صيني 7 راكب بتيجي 1500 تربو. انا معاك، بس افضل حاجه اصل العربيه 7 سيت ما تدكش اداء قوي. اي حد فينا مهما يكون طالما العربيه معاه فيها اداء بيدوس، وطالما العربيه بتدوس لا قدر الله ممكن العشم ياخدك في العربيه تاخد غرزه مع عربيه بالحجم ده، لا قدر الله لا قدر الله ممكن العربيه تتقلب بيك او تعمل حادثه لا قدر الله. فلذلك انا شايف ان العربيه ادائها كويس لعيله او حد عايز يجيب عربيه عائليه بجداره. عايز الاداء، فيها عربيات بنفس السعر فيها اداء مفيش اي مشكله، بس اللي يميز العربيه دي عن اي عربيه 7 راكب لغايه ال 400 الف جنيه هي الاعتماديه. وحط تحت الكلمه دي 1000 خط، عربيه تويوتا. وتويوتا اصلا تقريبا في الاعتماديه مفيش حد زيها في الفئه خالص، استحاله تلاقي حد ينافس تويوتا في الاعتماديه في الفئه دي. خصوصا العربيه دي اصلا عربيه جايه عائليه، ما بالك بقى عربيه اعتماديه وفي نفس الوقت تويوتا عاملاها عائليه. مين اشهر المنافسين ليها؟ اشهر المنافسين للتويوتا الراش عندك الشيفروليه كابتيفا، وطبعا هي مش شيفروليه امريكي، هي صيني بس طبعا برضو ما يعيبش العربيه. عندك الميتسوبيشي الاكسباندر، عندك الجيتاير اكس 70 الجديده. السي 4 بطلت تنزل، يعني السي 4 خلاص مش هيتم انتاج منها عربيه 7 راكب تاني، المفروض احنا مستنيين ليها جيل جديد ينزل بس هيبقى هاتشباك وليس عربيه 7 راكب. فالسي 4 مش هينفع تخش خلاص معايا في منافسه السبع راكب، هي دلوقتي ليس موجود الا ستوك بيخلص ليس اكثر من ذلك. طب العربيه دي كويسه ولا لا؟ قبل ما نتكلم في المواصفات او الكلام ده، لو عايز تكمل الفيديو كمله لحد الاخر، بس لو انت واحد عايز عربيه فيها اداء فلا الفيديو ده مش مناسب ليك، شوف اي عربيه تانية. لكن لو انت واحد عايز عربيه عائليه بجداره، عربيه اعتماديه، عربيه اقتصاديه، عربيه كويسه هتديك الاداء المعقول، برضو ادائها مش وحش، عربيه واسعه جدا فيها اوبشنز كويسه قدام السعر اللي بتقدمه، يبقى الفيديو بتاعك وتقدر تكمله لحد الاخر وتشوف كل مميزات وعيوب العربيه دي. نيجي اول حاجه نخش على اوبشن العربيه او نظام التعليق بتاعها. نظام التعليق الامامي بتاع العربيه بيجي ماكفيرسون، ونظام التعليق الخلفي هو مالتي لينك. ودي اكتر حاجه او اول حاجه تميز العربيه دي، ان العربيه دي بتيجي مالتي لينك، فدي اول حاجه تحسسك ان العربيه هتبقى مريحه بجداره. الخلوص الارض بتاع العربيه دي 22 سم، ودي حاجه انا شايفها فوق الممتاز. العربيه عاليه جدا على الارض واستحاله تحك في اي مطب مهما يكون. وزن العربيه اجمالي بالحموله طن 870 كيلو، وده طبعا وزن مهول على حجم الموتور. لذلك العربيه دافع خلفي عشان تعوض نقص العزم دوت، لكن برضو في الاخر العزم ضعيف. عزم العربيه دي اصلا 136 نيوتن متر بيطلع عند 4200 ار بي ام، والقدره الحصانيه بتاعتها 103 حصان بيطلع عند 6000 ار بي ام. دي برضو مش قوه كافيه ان العربيه تبقى تديك الاداء بتاعها قوي او تحس ان العربيه بتديك فعلا اداء يستحق ان انت تجري او الكلام ده. طبعا العربيه ممكن تجيب 180 كيلو متر في الساعه السرعه بتاعتها، بس برضو هيبقى بتسارع بطيء وليس تسارع سريع. ده كان بالنسبه للاساسيات. سعه خزان الوقود 45 لتر. نيجي الامان العربيه، واللي انا شايفه الصراحه امان كويس جدا بالنسبه للفئه دي. العربيه فيها نظام منع انغلاق المكابح ABS، نظام مساعده الفرامل اللي هو بريك اسيست، نظام المؤازره على صعود المرتفعات هي الاسيست كنترول، نظام التحكم في ثبات السياره اللي هو اللي احنا بنسميه
فيجل ستابيليتي كنترول، نظام الحمايه ضد السرقه اللي هو نظام اموبلايزر ضد السرقه وفيها الارم. وطبعا العربيه بتيجي فيها 4 اير باج او 6، هتاكد لكم المعلومه دي بس هي غالبا 4 اير باج. العربيه بيجي فيها وسائد هوائيه للسائق والراكب الامامي وستائر جانبيه، لذلك في العربيه غالبا هتبقى 6 اير باج. ده كان بالنسبه لمواصفات الامان بتاعه العربيه. نيجي لاضاءه العربيه. العربيه بتيجي مصابيح اماميه ليد في الفئتين، اضواء نهاريه ليد في الفئتين، مصابيح ضباب اماميه في الفئتين، مصابيح ليد خلفيه في الفئتين، اضاءه تنبيه مع الفرامل في الفئتين. نظام التحكم بالاضاءه في اول فئه مش موجود لكن في تاني فئه موجود، واوتوماتيك كمان. طبعا العربيه الفئتين بتوعها 7 راكب، ودي برضو حاجه بتميز العربيه زي ما قلت لكم. عجله القياده مكسوه بالجلد في الفئه الثانيه فقط. عجله القياده متعدده الوظائف في الفئتين، والفئه الثانيه كمان ممكن تتحكم في التليفون. خامات المقاعد قماش في الفئتين. تعديل كرسي السائق افقيا في الفئتين. نوافذ كهربائيه اوتوماتيكيه بضغطه كامله في الفئتين. مكيف هواء اوتوماتيك في الفئتين. العربيه بيبقى فيها يو اس بي وبلوتوث ودي في دي واي ام واف ام في الفئتين، لكن الفئه الاولى فيها 6 سماعات فقط والفئه الثانيه بتيجي ب8 سماعات. كاميرا خلفيه في الفئتين. ريموت ذكي اللي هو ستارت وستوب انجن موجود في الفئتين. مخرج كهرباء موجود في اول فئه واحده فقط، لكن في الفئه الثانيه بيجي 3 مخارج كهرباء، واحده في الصف الثالث وواحده في الصف الثاني وواحده عند السواق قدام. ده كان بالنسبه للاوبشن الداخلي بتاع العربيه. نيجي للاوبشن الخارجي. مساحات زجاج اماميه في الفئتين، مساحات زجاج خلفيه في الفئتين، حساسات ركن خلفيه في الفئتين، عوارض سقف طويله في الفئتين، جناح خلفي رياضي في الفئتين، تصريح اسفل المحرك امامي وخلفي في الفئتين، مرايات جانبيه كهربائيه في الفئتين، والفئه الثانيه كمان بتزيد ان هي ممكن ضم كهرباء. اطار احتياطي. طبعا العربيه بتيجي اول فئه بجنود 16 والفئه الثانيه بتيجي بجنود 17. حتى الاطار الاحتياطي اول فئه بتيجي 16 بس تصاط، والفئه الثانيه بتيجي 17 بس جنط. طبعا كنت اتمنى لو الاثنين جم جنط ما كانتش هتفرق اي حاجه في العربيه. طبعا العربيه بيبقى فيها ضم مرايات كهرباء، واول فئه جنود 16 زي ما قلت لك والفئه الثانيه جنود 17. العربيه مساحتها كويسه جدا. العربيه فيها مساحات للتخزين كتيره جدا، خصوصا التكييف بتاعها. في تكييف خلفي للعربيه، يعني الصف الثاني ليه تكييف، ودي حاجه كويسه وكانت اصلا موجوده في الجراند تيريوس اللي اتلغت وبقى موجود مكانها الرش. يعني الرش ليس الا بديل للديهاتسو جراند تيريوس. اصلا الدايهاتسو ليست الا شركه تانية من تويوتا، او تويوتا تحت مسمى تاني اللي هو مسمى الدايهاتسو، فاتلغت الجراند تيريوس ونزل مكانها التويوتا الرش. فلذلك انا شايف العربيه قيمه مقابل سعر كويسه. العربيه دي اصلا التصميم بتاعها واحده من احسن التصميمات في الفئه دي، او من احسن التصميمات في فئه السبعه راكب في الفئه دي تقريبا. وزي ما قلت لك هو عيبها الوحيد اللي اتشاف هو موضوع ان العربيه للاسف ادائها الى حد ما ضعيف وليس قوي. لكن هرجع تاني واقول لك العربيه دي عربيه عائليه، فما تبصش على حته ان انت عايز منها اداء او عايز عربيه تجري معاك والكلام ده. لا، العربيه معموله عائليه بجداره. عربيه ما تنفعش غير لعيله سبعه راكب، عايزه الامان، عايزه الراحه، عايزه الاقتصاديه والاعتماديه. ما بتدورش على الاداء، ما بتدورش على الجري. واصلا اي عربيه سبعه راكب ما ينفعش يبقى فيها جري. انا ده وجهه نظري. ليه؟ انت عايز عربيه سبعه راكب، عربيه حجمها كبير، ما ينفعش تجري بيها على السرعات العاليه، ما ينفعش تاخد بيها غرز، ما ينفعش تعمل بيها اي حاجه فيها تهور. العربيه حجمها كبير، لا قدر الله اي حاجه غلط ممكن تسبب لك حادث، او ان العربيه لا قدر الله تتقلب. التاني يا جماعه بكرر الكلام ده عشان الناس تخلي بالها من نفسها، في الاخر دي ارواح ناس. ضمان العربيه. ضمان العربيه طبعا اتمد لكل عربيات تويوتا، بدل 3 سنين بقى 5 سنين او 150 الف كيلو. وطبعا دي حاجه تشكر عليها تويوتا ايجيبت ان استجابت وزودت اصلا فتره الضمان. واحنا اصلا كلنا عارفين ان تويوتا اصلا مش محتاجه تزود الضمان بتاعها، لان في الاخر تويوتا عربيات اعتماديه. بس برضه حركه تشكر عليها تويوتا، لان العربيه في الاخر وفي الاول عربيه اعتماديه رقم واحد. لذلك انا شايف ان الحركه دي كويسه جدا من تويوتا، وفعلا هتزود مبيعات العربيه، او هتزود مبيعات كل عربيات تويوتا اصلا اللي هي اصلا معموله بتبيع بجداره، مش محتاجه ان حد يعمل لها دعايه. ده كان نهايه الفيديو بتاعنا النهارده. ما تنساش اللايك والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. كان معاكم احمد عمرو من قناتكم ايجيبشن كارز، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. دمتم في امان الله ورعايته.